بعد اسبوع جواز لقيت حماتي نازله بتقول لي بقول لك ايه يا حبيبتي، عايزه اقول لك كده كلمتين على جنب. فقلت لها خير يا طنط، مال وشك مقلوب ليه كده؟ قالت لي بصي بقى، السقف يا اختي هيقع عليا انا والراجل، يرضيكي نموت والسقف طابق على نفسنا؟ فقلت لها سقف ايه؟ قالت لي سقف اوضه النوم. يعني اهدي على نفسك كده والواد شويه، ده انتوا لسه متجوزين بقالكوا اسبوع. فطبعا انا وشي جاب الوان، قلت لها معلش يا طنط والله احنا اسفين، انا اسفه. قالت لي لا انا ما بقولكيش عشان تقولي لي احنا اسفين وبتاع، يغور السقف، بس يعني اهدي على الواد شويه، مش كده؟ يعني الواد صحته هتروح. فانا قعدت بصيت لها كده، هو انت خايفه على نفسك لا تموتي والسقف طابق على نفسك؟ ما تموتيش موتة ربنا الطبيعيه يعني، ولا خايفه على ابنك بالظبط؟ فانا ما فهمتش هي عايزه ايه. فقعدت بقى ايه يعني، خليت الكسوف يروح مني. فقلت لها يا طنط طب يعني ما هو عريس جديد وانا عروسه جديده، فيعني طبيعي يعني حضرتك، طب انا اعمل ايه يعني؟ يعني سايلنت ولا نعمل ايه يعني؟ مش فاهمه، ولا انتوا البيت بتاعكم بيترعش ولا ايه الحكايه؟ قالت لي بقى سيبك بقى من حوار البيت بقى اللي بيترعش ومش عارفه ايه، اهدي كده على نفسك شويه، ويعني بالهداوه يا حبيبتي، انا مش لاقيه الواد وصحته. ففهمت ان هي خايفه على ابنها حبيبها ضناها وصحته. فانا بقى من يومها حطيتها في دماغي، ايه يا حاجه انت عايزه تعملي ايه؟ المهم سابتني وراحت رايحه قالت لي طب قومي اعملي لنا بقى كوبايتين قهوه وبتاع. وسابتني وراحت ايه، كان جوزي بيشرب سيجاره في البلكونه عشان ممنوع السجاير في الشقه. المهم راحت له على البلكونه، ودي بقى قعدت، لقيتها دخلت البلكونه وقفلت على نفسهم قفلوا على نفسهم الباب. فطبعا فهمت هي بتقول له ايه. دخلت لهم بقى، دخلت لها القهوه والقعده خلصت وبتاع، وراحت واخده بعضها وراحت نازله. فدخلنا، فلقيت جوزي ايه يا حبيبي في ايه؟ مالك وشك مقلوب ليه؟ قال لي لا مفيش، مش مقلوب ولا حاجه، اصل انا نعسان وعايزه انام. فقلت له طب تمام ماشي حاضر، يلا هننام، ايه المشكله يعني؟ فنمنا. تاني يوم نمنا برضو، وده يعني يا دوبك عدى اسبوع كان اسبوع بالظبط، 7 ايام بالظبط. تالت يوم نمنا. فاللي هو اللي اعرفه ان اول شهر ده بيبقى مختلف، ويعني ما شاء الله اول اسبوع كانت الدنيا كويسه. فمنين بقى 3 ايام وجيت الرابع، فاللي هو ايه، لا ستوب بقى، افهم بقى في ايه بقى. فجينا الرابع نفس القصه. فانا عايزه افهم اللي في دماغي صح ولا غلط. هي محرضاه